في أبطال كتير في البلد دي عملوا المستحيل علشان يحفظوا هيبة بلدهم ويرجعوا أرضهم، ولا خافوا على حياتهم ولا قالوا ليه نموت علشان غيرنا، ومهما اتكلمنا عنهم مش هنقدر نرد ولو جزء صغير من جميلهم علينا. الجيل اللي عاش مرة الهزيمة والنكسة كان أولى إن يعيش فرحة النصر، وبطل النهاردة من الأبطال اللي للأسف محدش فينا يعرفه كتير، بس أكيد كتير مننا سمعنا عن عمليات إيلات وضرب مصنع النحاس. مش هطول عليكم علشان نعرف قصة عظيم جديد من عظماء غيروا التاريخ. تابعوني. أهلا بيكم معانا وقصة عظيم جديد اللواء علي عثمان بلتك. كتير مننا ما نعرفوش، بس احنا قررنا اننا نتكلم عنه ونعرف مع بعض قصة العظيم ده ايه. اللواء علي عثمان بلتك احد ابطال قوات الصاعقة المصرية. اتولد اللواء علي عثمان في 15 مايو سنة 1940 في محافظة سوهاج، واخد شهادته الثانوية سنة 1957، والتحق بعد كده بالكلية الحربية، واتخرج من سلاح المشاة سنة 1962، ودخل بعد كده مدرسة الصاعقة وتعلم فيها أصعب ظروف القتال. وسنة 1964 شارك في حرب اليمن ورجع بعد كده لمصر، وعمل مدرسا في مدرسة الصاعقة المصرية. ولما حصلت النكسة سنة 1967 كان حاله زي حال كل الجيش المصري والشعب المصري، كل اللي بيفكر فيه ازاي يرجع حق زمايله اللي استشهدوا ويرجع الأرض اللي اليهود أخدوها. وانضم البطل للمجموعة 39 قتال أو مجموعة الأشباح، واللي كان قائدها البطل إبراهيم الرفاعي. وابتدت عمليات حرب الاستنزاف توجع اليهود وتكبدهم خسائر كتيرة جدا وما كانوش متوقعينها، علشان كده قرروا انهم يضربوا العمق المصري. وفي شهر يوليو سنة 1969 طلعت طيارتين اسرائيليتين من مطار شرم الشيخ علشان ينفذوا عملية في العمق المصري. وكانت العملية دي متقسمة على 3 مراحل، وكل مرحلة كانت في منطقة غير التانية. والقسم الأول من العملية كانت عبارة عن محاولة تدمير شريط السكة الحديد في محافظة سوهاج. أما العملية التانية فكانت محاولة ضرب محولات الكهرباء الموجودة في قرية اسمها الأحاوية التابعة لمحافظة سوهاج. أما بقى العملية التالتة فهي إنهم ينصبوا كمين على الطريق السريع اللي بيربط ما بين محافظة قنا وسفاجة، واستهداف العربيات المدنيين وأسر عدد منهم إن أمكن. ودي كانت خطة اليهود، وابتدى في التنفيذ بالفعل. وبالفعل اتحركت الطيارتين في تمام الساعة 26 دقيقة مساء، ودخلوا الطيارتين منطقة اسمها رأس لمشة في البحر الأحمر، ووصلوا محافظة سوهاج الساعة 7:30 مساء، وبدأوا في تنفيذ ضرب محولات الكهرباء في قرية الأحاوية. وأول ما قربت الطيارة الهليكوبتر من الأرض بدأ الأهالي يسمعوا صوت الطيارات وعرفوا إنها طيارات إسرائيلية، ودخل كل واحد فيهم بيته وجاب سلاحه وبدأوا في ضرب النار على الطيارة الأولى. ولكن الطيار لما حس نفسه إنه ممكن يموت رمى صندوق المتفجرات اللي معاه من الطيارة وهرب، ووقع صندوق على الأرض وكان مليان بالمواد المتفجرة، وانفجر الصندوق وسقط حوالي 50 شهيد من الأهالي، ده غير عشرات المصابين. وبدأ الإسرائيليين في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، وهي تدمير شريط السكة الحديد زي ما قلنا الواصل بين محافظة سوهاج ومحافظة أسوان. وكانت نفس الطريقة إن الطيارة ترمي صندوق مليان بالمتفجرات، ولما ينفجر يدمر شريط القطر والقطر اللي هيعدي في الوقت ده. ولكن الأهالي قدروا إنهم يعرفوا خطة الإسرائيليين، لأنهم طبعا كانوا انتبهوا من الانفجار الأولاني، فبلغوا ناظر المحطة وهو بدوره قدر يوقف القطارات اللي كانت المفروض جاية على محافظة سوهاج. وقدرت فعلا الأهالي ينقذوا أرواح كتير كانت من المؤكد إنها هتموت نتيجة الانفجار. وابتدوا في تنفيذ المهمة الثالثة، وفعلا قدروا يعملوا عملية إنزال لبعض الجنود المصليين في طريق اللي واصل ما بين قنا وسفاجة، وبدأوا يضربوا النار على العربيات المدنية الموجودة على الطريق، وقدروا إنهم يدمروا بعض العربيات، ويقال إنهم أسروا عدد من المدنيين المصريين وهربوا بعد كده. فكان قرار القيادة المصرية إن الرد على العملية دي لازم يكون رد موجع جدا، ويخليهم يفكروا بعد كده 1000 مرة قبل ما يعملوا عمليات السادة المدنيين. فكانت الأوامر إن العملية لازم تكون في العمق الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة. وبدأ التخطيط لعملية هز الكيان الصهيوني كله. وفي فترة الإعداد وصلت معلومة المخابرات العامة المصرية إن في شخص مهم جدا هيزور إسرائيل واسمه إسحاق فوكس، وكان يهودي من أصل تشيكي، وكان من أكبر رجال الأعمال اليهود في الوقت ده، وكانت تجارته الأساسية هي صناعة الألماس، وكان بيشجع اليهود اللي في البلدان التانية على الهجرة لإسرائيل، وكان بيسفرهم على حسابه. وعلشان كده كان شخصية اقتصادية مهمة جدا لإسرائيل،
وساعتها عرفت المخابرات المصرية ان طالما الراجل ده رايح اسرائيل يبقى اكيد هينفذ مشروع ضخم، ولازم المخابرات المصرية تعرف هو ايه المشروع ده وتمنع قيامه بأي طريقة. وابتدى سيل من المعلومات يوصل للمخابرات المصرية عن طريق العملاء اللي موجودين داخل اسرائيل، وعرفوا ان اسحاق فوكس مشارك في مصنع لصناعة الألماس في اسرائيل. وعرفوا كمان ان جاي اسرائيل لسببين، والسبب الاول انه هيكون في اسرائيل، والسبب الثاني ان اليهود عاوزين يعملوا منطقة صناعية في مكان بين الحدود المصرية الأردنية، والمكان ده اسمه وادي المناعة. وكانت المنطقة المحيطة بالوادي دي كلها كانت غنية بمعدن النحاس، وأول ما إسرائيل احتلت المكان هجروا أهله بالكامل وعملوا فيها منادم واللي معروفة باسم تمناع، وبدأوا في إنتاج النحاس، ولكن الكميات اللي كانوا بيستخرجوها كانت كمية قليلة جدا، وعلشان كده كانت بتستخدم في إنتاج مستلزمات مدنية. وكان اليهود عاوزين يطوروا المصنع ده علشان ينتج كميات أكبر لخدمة الأغراض العسكرية. ومن ضمن المعلومات اللي وصلت للمخابرات المصرية إن الفدائيين الفلسطينيين استهدفوا المصنع ده أكتر من مرة، ولكن في كل مرة كانوا بيفشلوا. وقدرت المخابرات المصرية تجمع صورة كاملة عن المصنع والمكان كله، وشافوا إن ضرب المصنع ده هيكون رد قوي على استهداف العمق المصري. وكان المسؤول عن ملف العملية دي اسمه العميد نجيب جويفل، وكان في الوقت ده من أفضل الضباط اللي كانوا موجودين في المخابرات العامة المصرية. وأخذ العميد نجيب جويفل ملف العملية وقابل المقدم جلال هريدي واللي كان في الوقت ده مدير مدرسة الصاعقة، واستدعوا الضابط نبيل شكري واللي كان ضابط في المخابرات الحربية، والرائد مدحت عثمان قائد مدرسة المعركة في حلوان. وفي الاجتماع ده ابتدوا يناقشوا تفاصيل العملية اللي عاوزين ينفذوها، وبدأوا يستعرضوا الأسماء اللي المفروض إنها تنفذ العملية. وقع الاختيار على النقيب البطل علي عثمان بلتك. وطبعا النقيب علي عثمان كان اسمه سمع بعد تخطيط وتفجير سفينة باتيان وبات شيفع وسفينة هيدرونا وتفجير ميناء إيلات. وكانت المنطقة اللي هتتنفذ فيها العملية بالنسبة له هو دارسها كويس جدا وعارف تدارسها. وتم استدعائه لمكتب العميد نجيب جويفل وشرح له تفاصيل العملية، وقال له إننا عارفين إنك أكتر واحد حافظ المنطقة دي كويس جدا، وسلمه ملف العملية وقال له إن العملية دي هي رد على استهداف المدنيين المصريين. واتجه فورا النقيب علي عثمان على منطقة اسمها معان جنوب الأردن، وقابل ضابط فلسطيني اسمه سليمان حلس واللي كان تابع لقوات اسمها عين جالوت الفلسطينية. وكان اختيار الضابط ده بالذات لأنه كان من الفدائيين اللي استهدفوا المصنع ده أكتر من مرة، ولكن كانوا بيفشلوا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده. وابتدى النقيب علي عثمان يسأله عن طريقة استهدافهم للمصنع، واللي قال له بما انكم استهدفتم المصنع اكتر من مرة وفشلتم يبقى اكيد في ثغرة في الموضوع. وطلب النقيب علي عثمان من الضابط سليمان انه يعمل استطلاعه ويجمع كل المعلومات الكافية عن المصنع، علشان بناء على المعلومات دي هيحطوا خطة للتنفيذ. وفعلا بدأ النقيب علي عثمان يعمل الاستطلاع بنفسه مع بعض الفدائيين الفلسطينيين، واكتشفوا حاجة خطيرة جدا، وهي ان اليهود عاملين مصنعين، الاول وهو الحقيقي وبيشتغل عدد ساعات معينة والمظهر الخارجي يحيي كأنه مبنى مهجور، اما المصنع الثاني فكان يبدو عليه ان هو ده المصنع الحقيقي. وطبعا عملوا كده للتمويه، وكانت المسافة بينهم حوالي 3 كيلو. وطبعا لما شاف النقيب علي المصنعين عرف ليه الفدائيين كانوا بيفشلوا في عملية استهداف المصنع. ولما انتهى النقيب علي عثمان استطلاعه قدر انه يعمل خطة نهائية للتنفيذ، واتفق مع الفدائيين ان العملية دي هتتنفذ على قسمين، القسم الاول منها وهي استهداف مصنع النحاس الحقيقي، والقسم الثاني وهي تفجير ابراج الكهرباء اللي موجودة في منطقة النقب، وهي اللي كانت مسؤولة عن تغذية المصنع والمنطقة بالكامل بالكهرباء، وده علشان يضمنوا توقف المصنع بالكامل. واتفقوا ان العدد اللي هينفذ العمليتين هم 11 فرد، واتقسموا على مجموعتين، والمجموعة الاولى متكونة من 8 افراد وقائدها هو النقيب علي عثمان والضابط سليمان حلس، ودي المجموعة اللي هتضرب مصنع النحاس. اما المجموعة الثانية فكانت مكونة من 3 افراد، ودي دورها هيكون ضرب ابراج الكهرباء، والعملية كلها اللي كان مسؤول عنها هو النقيب علي عثمان بلتك. وبلغ النقيب علي عثمان العميد نجيب جويفل بتفاصيل الخطة كاملة وبكل طلباته، وكانت الطلبات عبارة عن 12 صاروخ لاستهداف المصنع و9 ألغام لتفجير أبراج الكهرباء. وافق العميد نجيب جويفل على طلبات النقيب علي عثمان وتفاصيل الخطة بدون أي تعديل،
وفعلا وصلت الأسلحة المطلوبة لتنفيذ العملية، وابتدى النقيب علي عثمان يتدرب مع باقي الفدائيين على تنفيذ العملية لغاية يوم 19 أكتوبر سنة 1969، وده كان يوم تنفيذ العملية. وشرح النقيب علي عثمان الخطة من تاني للفدائيين اللي معاه، وشرح لكل واحد من الفدائيين دوره في العملية، وتحركوا مع آخر ضوء. ووصلت كل مجموعة منهم للمنطقة اللي هيجهزوا فيها أسلحتهم علشان ينفذوا عمليتهم. ولكن اتفاجئ النقيب علي عثمان لما وصل للمكان اللي هيضرب منه الصواريخ واللي على بعد 4 كيلو من المصنع، اتفاجئ بوجود دورية لحرس الحدود الأردنية، وفكر في ثواني وقال لو هربنا هيشوفونا وهيقبضوا علينا. ولكن كان قراره في اللحظة دي ان مجموعة منهم تسلم نفسها لقوات الحرس الحدود. وفعلا اخذ الضابط سليمان حلس مجموعة مكونة من 4 افراد معاه ويسلموا نفسهم للقوات الاردنية علشان يقدر النقيب علي عثمان ينفذ العملية. واخذ النقيب علي عثمان الاثنين اللي باقيين معاه واخدوا طريق تاني علشان يستهدفوا منه المصنع. وصلوا فعلا للمنطقة التانية اللي هيطلقوا منها الصواريخ، ولكن للأسف ما كانش باقي معاهم غير 5 صواريخ من أصل 12 صاروخ. وفعلا نصبوا الصواريخ وتم توجيهها للمصنع، وفي تمام الساعة 8:30 انطلقت الصواريخ وتم تدمير المصنع بالكامل. وفي نفس التوقيت كانت المجموعة التانية وصلت لأبراج الكهرباء وتم تلغيم الأبراج المطلوب تفجيرها، وتحولت منطقة النقب لنار جهنم على الأرض، وانقطع التيار الكهربائي عن منطقة النقب لمدة 20 يوم. وطبعا نتيجة اللي حصل ان اسحاق فوكس رجل الاعمال اليهودي انسحب بفلوسه واستثماراته من اسرائيل، وتوقف المصنع بالكامل عن العمل. وصرخت اسرائيل وابتدت تهلل في الصحف والجرايد بتاعتها، وطبعا بكده كان انسب رد على العملية الاسرائيلية غشيمة. ودي كانت جزء من قصة البطل اللواء علي عثمان بلتك، واللي فضل مستمر في عملياته وهو من ضمن المجموعة 39 قتال، وشارك في حرب اكتوبر المجيدة، وفضل يعمل كظابط في القوات المسلحة لغاية ما وصل لرتبة لواء، وحصل على بعض من الأوسمة والنياشين مقابل مجهوداته وتضحياته علشان كرامة بلده. حصل على ترقية استثنائية في حرب اليمن، وحصل على نوت حسن أداء الواجب سنة 1964، ونوت الشجاعة من الدرجة الأولى سنة 1970، وترقية استثنائية للمرة الثانية 1971، ووسام النجمة العسكرية 1971، ونوت الشجاعة من الدرجة الأولى لتاني مرة سنة 1974، وميدالية الخدمة العسكرية الطويلة سنة 1985. وتوفى البطل يوم 27 أغسطس سنة 2014. وإلى اللقاء مع عظيم جديد من عظماء غيروا التاريخ. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.